سيدنا السلام عليكم. اليوم غادي نهضر مع المقاولين الذاتيين خصوصا اللي خلعاتهم هذيك 30%. قبل ما نبداو عندك جوج ديال النقط خاصك تعقل عليهم. اول حاجه ماشي كلشي غادي يخلص 30%، وثاني حاجه 30% ما غتخلصش على كلشي. كيفاش؟ الحاله الاولى 30% معنيين بها غير المقاولين الذاتيين اللي كيخدموا الخدمات فقط، لي سيرفيس، يعني الناس الاخرين اللي كيديروا التجاره ولا صناعه تقليديه الى اخره غير معنيين بهذا الشيء. وحتى هادوك الناس اللي كيديروا لي سيرفيس، يعني اللي عندهم في الضريبه ديالهم 1%، حتى هما ماشي كاملين غادي يخلصوا هذيك 30%. شكون اللي معني بهاد 30%؟ غير المقاولين الذاتيين اللي كيخدموا لي سيرفيس وفي نفس الوقت خدموا مع نفس الزبون بواحد لا فاكتور اللي هي فايته 80,000 درهم. يعني مثلا الا انت خدمتي مع واحد الزبون وجاتك لا فاكتور او لا سوم ديال لي فاكتور ديالهم مثلا واحد 90,000 درهم، 9 ديال المليون، هذيك 80,000 درهم الاولى غادي تخلص عليها 1%، وهذيك 10,000 درهم الاخرى اللي زايده هي اللي غادي تطبق عليها 30%. دونك الله يجعلك انك تغياليزي واحد الشيفر دافير توتال اللي واصل للبلافونيت اللي هو 20 مليون وما تخلصش كاع 30%، غتخلص عليها 1% الا كانوا كاع الزبائن اللي خدمتي معاهم ما فتيش معاهم 80,000 درهم. داكشي علاش قلت لك هذيك 30% ما غاداش تخلص على كلشي وماشي كلشي غادي يخلصها.